السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. نتمنى كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم مديحه من قناه شهيوات مديحه مع فيديو جديد ووصفه جديده. مبروك عواشركم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم، ماشي انا، غتقدم لكم الام ديالي الكونفيتور ديال المندرين بطريقه سهله وبسيطه. غادي نقدموه لكم غير في الخلاط، كيجي ساهل وكيجي احسن للمحلات. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم هذه الوصفه وتجربوها لمالا. وما تنساونيش كيف ديما في الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. ندوزو المقادير مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه. السلام عليكم متابعين ديالنا، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانيين؟ مبروك عواشركم. اليوم ان شاء الله نقدم معكم كونفيتير ديال المندرين وتابعوا معنا. هاهي قشرته، هنايا عندي 5 كيلو معمرت الكاس ديال مولينكس. هو قشرته ونقيته من ديك الخيوطه، ولا كان فيه داك العلف ولا العظومه ولا شكوحش كيقولوا، ونقيته مزيان. وان شاء الله غادي نطحنو في مولينكس. هو درت عمرت الكاس. انا عندي 5 كيلو ديال المندرين. تمدلوا على حسب الكميه اللي عندكم ديروه، وعلى حسب السكر باش نوريكم المقادير ديال السكر. دابا حنا غادي نطحنوا، ودابا غادي نطحنوا ان شاء الله. دابا غادي نطحنوا. هو من بعد ما طحنته، ها هو ما ديروا فيه لا ما لا والو، هاي هو كيطلق من راسو. نكبونا بلا ما تصفيوه. دابا صافي غادي نطحنو كامل، ومن بعد نجي ندير السكر ونوريكم العبار تاع السكر. دابا هاني ساليته بالطحين، ها هو شوفوا كي كيجي. واخا يبقى فيه شي طريفات ماشي مشكل، دابا يطيبوا. دابا غنديرو له سنيده. انا عندي هنا 5 كيلو ديال المندرين، ندير لها 2 كيلو تاع السكر. بسم الله. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق اللي بغى. هو احسن يجي الحلاوه ديالو معوطه، ماشي حلو بزاف ماشي حامض. وغادي نديرو تمتم، معليش يبقى زعما يبات ولا يدير بحال المشماش. هذا يدير له ثانيه يديرو هذا. وتابعوا معنا تشوفوا النهايه ان شاء الله. منين نشعلوا البوطه دابا غادي نجهزوا له البوطه حتى تغلى الطنجره ديالنا، وعاد نقصوا لها نخليو لها العافيه مهينه بزاف باش يطيب على خاطرو. كتشوفوا الوصفه راها ساهله، يعني غير زعموا وديروها. راه كتعطي كميه كبيره واقتصاديه، يعني كطيح احسن من ملي كتشريوها هكا من الحانوت ولا من شي بلاصه تجاريه. صافي غادي نخليوه حتى يغلي وغادي نوريكم. من بعد ما غلا هو يدير هاد الكشكوشه هكا، خليه يغلي مزيان هو يغلي، ونتبع حال هاد الكشكوشه بشويه. نقصوا البوطه. انا دابا نقصت البوطه. حتى ما يبقاش الكشكوشه نهائيا. ساعه خليوه يطيب على خاطر مره دوزو المغرب فيه باش ما يلصقش. دابا كيغلي مزيان. هو كيدير رغوه بزاف، خصكم بدا يبقى يغلي، تبقى قدامه، ما نحيدوش من قدامه. الا حيدتو من قدامه غيفيض كله على البوطه. ما كنغطيهش شويه هكا باش يبقى يتهوى. اما الا غطيته بالمغطى غيفيض كله، غيفيض على البوطه. بس نخليوها هكا ونقص البوطه. وريهم البوطه كيما نقصها، شتي ناقصه البوطه. دابا هي ديك الكشكوشه كلها زاد ديك
اللي كانت قويه بقات عليها هاد شويه هكا، مره دوزوا عليه المغرف هكا، ما تخليوش فيه هاد الرغوه. هي كتجمع الراس مع الجناب ديال الطنجره، هذه الا بقات هي اللي كتخمض الكونفيتير، هي هاد الرغوه. غير بشويه حيدوها، خليها تغلى بشويه عليها، هي تغلى وانتم حيدوها حتى ما يبقاش الاثر ديالها. صافي نخليوه هكا وهو كيطيب، وانتم مره حركوه. المهم هاي ما تغطيوهاش. ها هو ملي غلا مزيان حيدنا ديك الكشكوشه، ما بقاش نهائيا ديك الكشكوشه. من القربيطه ها هو شتي كيولى قايد عطيت ليه الطياب. من بعد كنعصر واحد حامضه وكنكبها فيه، كيجي الكونفيتير كيجي شويه لمع. حامضه ونحركو هكا كيبان دابا الربيطه. هي الكشكوشه ما بقاتش، ملي كيبقى يغلي ويعاود كتجمع مع الراس مع جناب طنجره. من بعد ما طاب ديك الكونفيتير ها هو طاب وبرد، ها هو نعمرو في القراعي، وهذا تاع يجي على الزيتون نعمرو في القراعي. بسم الله. كيجي زوين، والحاجه اللي هي طايبه في الدار على اليد ماشي بحال اللي تشريها. كاين اللي بغى يخليه جاري شويه خليه جاري على حساب، انا خليته شويه هكا قاصح، واللي بغى يخليه جاري يخليه جاري. هادي صايبنا معكم واحد الكونفيتور هادي شحال ديال الحلويات، غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو. تقريبا بحالو، هو مغاير في طريقه التحضير. كيعطي كميه وفيره كتشوفوا. هذا هو الشكل ديال النهائي، هو هذا بعد ما طاب وعمرناه في القراعي. تبارك الله جا غزال، كيجي لامع كيف كتشوفوا. وعاد الكاميرا ما كتعطيش حقه، ولا عطي اللون اكثر من هكا ناصح، وكيعطي كميه وفيره كيف كتشوفوا. شحال عطانا تبارك الله. تبارك الله. قراعي ديال المنداري ماشي التشين الكبير، ديال المنداري. ايوا تاكلوا بالصحه والراحه ان شاء الله، ونتلاقاو مره اخرى في فيديو جديد ان شاء الله. يا ربي حاجه اخرى.